وانا ماشي بقى كده في الشارع يقول لك ب 120 جنيه حاجه وعليها حاجه ب 120 جنيه، فطبعا ده عرض ما يتفوتش. هسيبه؟ لا، رحت جايبه. وبما ان يا جدعان انا بحب العروض قوي وبحب اجيب لكم عروض، فانا اشتريت بصراحه. وانا واقف بقى هناك قال لي هتاخد ديت ب 120 جنيه، هتاخد عليها كيلو كنافه هديه. احب الهدايا واحب العروض، ويا ترى بقى طعمها يطلع حلو ولا يطلع طعمها زي سعرها، فهنشوف دلوقتي مع بعض. نبتدي بقى كده بسم الله الرحمن الرحيم. المفروض ان ديت زي القشطوطه كده، كيكه التريليتش المتسقيه لبن، وحاطين عليها بقى من فوق كده لوتس وشوكولاته، وهنا بقى النص دوت متدلعه لوحده. انا نفسي اعرف بس هو مين اللي دلعها، ولما بيدلعوها كانوا بيقولوا لها ايه؟ بسم الله. ما هذا كيكه التريليتش ديت، حاسس بصراحه ان هي بقى لها فتره في التلاجة. نخش بقى على كده ام شوكولاته. شايف بقى ان النص ده احلى بكتير، الشوكولاته دي بالبندق وعلت التست شويه. بس مشكله الكيكه التريليتش ديت ان هي عايزه تبقى اسفنجيه شويه، دي الكيكه اللي هي تقيله اللي ماميز بتعملها. بنخش بقى على المدلعه. مدلعه متشخلقه في قلبي دادي مربعه، قشطه من فوق ولوز من فوق. بسم الله. انتبه من السكر، انتبه من السكر. طبق الكنافه من تحت، وبعد كده كريمه، وبعد كده حاطين صوص مانجا كده اللي هو عامل زي عصير المانجا بس تقيل شويه، ومن فوق بقى البسبوسه. بس البسبوسه دي مش زي البسبوسه اللي بيبيعوها عندهم العاديه. طبعا السكر عالي فيها قوي. المفروض انت بقى مدلعه دلعي بقي يعني، بس انت ما دلعتنيش بصراحه. بس هي حلوه ولا لا؟ يعني شغاله. طبعا احنا محتاجين شفشقين ميه عشان نفصل بيهم بعد غيبوبه السكر بتاعت الوليه المدلعه دي. شوف بقى كيلو الكنافه بتاعهم دوت زر الامان. اديني في الكنافه يا حنفي. مفيش الكلام ده. دوق كده، شويه مستويين وشويه لا. احنا ناخد حته من اللي لا وناخد حته من اللي مستويين. ده كده شكلها من تحت. والله انا كنت مقلق وانا بشتري بصراحه، مش عارف بقى حظ انا وحش معاكم. الكريمه فظيعه، تحس ان هي واخده طبقه نشا. الله يسامحك يا ليشو. طبعا عندهم شاب جميل قوي بيعمل دعايه 100 100، فانا عرفت هو ليه ب 120. الكنافه عنده مش مخدومه خالص. كان العرض بتاعنا ابو 120 جنيه. هو من حيث السعر ب 120 جنيه وكعرض لا حلو جدا، بس من حيث الطعم زي ما قلت لكم كده في الريفيو، كنافه فقيره جدا جدا، ما فيهاش خامات خالص. انا بالنسبه لي بقى الكنافه بتاعت البيت احسن بكتير. الاختراع دوت اللي هم عاملينه نص ونص، نص متدلعه، فهي مش متدلعه خالص. صوص الشوكولاته دوت كان طعمه حلو عشان بالبندق، بس الكيكه ذات نفسها واللبن اللي فيها كده، حتى التقل بتاعها حاسس ان هو بقاله فتره في التلاجة. بس وفي اخر الفيديو بقى حابب اقول لكم ان اللي بقى لي العرض دوت بياع شاطر. لو انتوا بقى وصلتوا للنقطه دي من الفيديو، حابب اقول لكم ان انا بحبكم في الله، وما تنسوش تدعوا لاخواتنا في غزه ان ربنا ينصرهم ان شاء الله. واكتبوا لنا في الكومنتات نجرب ايه تاني. واكتبوا لنا في الكومنتات مين احسن حلواني عندكم، وهل العرض دوت كويس ولا لا، وهل حد جرب العرض دوت من زلاشيش. بس كده، بحبكم في الله.